اهم حاجه ايه بقى؟ اهم حاجه ان احنا مكملين، احنا ملناش دعوه، يعني احنا بنطارد الحكم وعيلته واهله، ده رقم تليفونه، اكونت الحكم، ابوه، امه، مراته، اخوه الكبير. تدخل على اي لينك من دول تلاقي انجري معمول اغضبني، والناس قافله الكومنتات طبعا، والعيله فاهم، العيله اتسحولت. اكونت اخوه الكبير، اخوه الوسطاني، اخوه الصغير، بنت خاله التاني. بعد ما سمعت الفيديو ده لإسلام فوزي، الحقيقة أنا معترض عليه جدا، ومش كل حاجة ينفع ناخدها بهزار. إسلام فوزي شخص جميل وبيضحكنا، وأنا بحب الفيديوهات بتاعته، ولكن بعترض أحيانا على بعضها، لأنه ما ينفعش ناخد كل حاجة ضحك وهزار. الضحك والهزار بدون مبادئ وأخلاق وقيم الدين ما تنفعش. يعني احنا مشكلتنا اللي بقت موجودة عندنا كمصريين، ان احنا ما بقيناش بنحط اعتبارات للدين والقيم والمبادئ والاخلاق. احنا عمالين نقول احنا المصريين واحنا الحضارة واحنا غيره، ولكن لازم نطبق ده بالفعل. لازم تحترم تاريخك وتحترم لقبك انك مصري. الكلام ده مش بس كلمة مصري وكلمة تاريخ وبس، المهم ان انت تكمل تاريخك ده بالواقع. يعني اللي احنا بنعمله بان احنا ماسكين الراجل، يعني هو وعيلته وعيلة عيلته واللي يعرفه واللي ما يعرفوش، نبهدلهم بالشكل ده لا ليه علاقة لا بقيم ولا مبادئ ولا اخلاق ولا دين ولا اي حاجة، ولا ده ينفع يبقى طبعنا كمصريين. يعني شوفوا التعليق ده مثلا، الست اصلا بتقول احنا ملناش علاقة بيهم وملناش علاقة بيه، وانا مصدومة من المصريين وما كنتش اتوقع ان هم بالاخلاق دي او غيره. طب ليه يا جماعة نوصل نفسنا لكده؟ احنا كده بنخسر تعاطف العالم. يعني بعد ما العالم كله كان متعاطف معانا وكان شايف الظلم اللي احنا تعرضنا له، واحنا كلنا شايفين قد ايه الظلم اللي تعرضنا له في المباراة دي. وانا اتكلمت في فيديو يعني من الناحية السياسية، واتكلمت عن حكومة الظل، واتكلمت عن حاجات يعني تفاصيل قوية عن الموضوع ده ممكن تبقوا تشوفوها. ولكن ما ينفعش ان احنا نستمر بالعمل ده. كفاية كده، كفاية عشان نحافظ على تعاطف العالم معانا، وما نخسرش مبادئنا واخلاقنا، وما نشوهش سمعة بلدنا. بعد ما كنا في القمة هننزل لقاع الارض بسبب ان احنا بنتصرف تصرفات زي دي.